ثقتك بربنا ثم ثقتك بنفسك هي مفتاحك للنجاح. مقدار مذاكرتك خليه بمقدار رضاك لنفسك، ان انت بتذاكر وبتعمل اللي عليك عشان لما النتيجة تظهر تقول الحمد لله ايا كانت النتيجة هي، عشان لما النتيجة تظهر تقول الحمد لله انا راضي بقضائك يا رب، ده قضائك وده تدبيرك. مهما ذاكرت ولا قدر الله حصل خلاف اللي انت متوقعه، اعرف ان ده تدبير ربنا سبحانه وتعالى الافضل اعظم من اي تدبير بشري. انت بتجتهد وبتعمل اللي عليك، النتيجة دي مش بتاعتك، النتيجة دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. طول ما ثقتك في ربنا سبحانه وتعالى ثم ثقتك في نفسك كبيرة، اعرف ان طريقك مفتوح حتى لو مش واضح لك دلوقتي. ولو نتيجة ربنا سبحانه وتعالى خلفت النتيجة اللي انت كنت متوقعها، خليك واثق في نفسك وواثق في مجهودك اعمالا لقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: تشاء يا عبدي وأشاء، فإن رضيت بما أشاء أعطيتك خيرا مما تشاء. بص على كم العوائق اللي هتحصل لما تتصدم من نتيجة مخالفة للتوقعات اللي انت كنت حاططها. هتقع، هتتكسر، هتفشل. ليه كل ده؟ طب خلينا نحللها بطريقة عقلانية وفي نفس الوقت مطمئنة لقلبك. انت عملت اللي عليك صح؟ عملت اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى ويرضيك. طب والنتيجة؟ النتيجة هتبقى ختام الحدوتة، لأنها هتبقى تدبير ربنا سبحانه وتعالى اللي مفيش أعظم من تدبيره. فريح قلبك واطمن وخليك واثق في نفسك إنك زي ما عديت اللي فات هتقدر تعدي اللي جاي وتنجح فيه تمام. وإن هزت رياح اليأس مكتبنا فحسن الظن بالله ينجينا.